السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الشعب السوري الآن في مرحلة فرح وأعياد وبشر، فقد تحقق تحرير سوريا بعون الله، ونحن الآن أيضا في أجواء عيد الفطر السعيد. نبارك للشعب السوري هذا العيد المبارك، ونتمنى له دوام السعادة ودوام الاستقرار والبناء والتقدم إن شاء الله. وفي هذه المناسبة أيضا لا ننسى أن نعبر عن فرحتنا بإصدار الحكومة الجديدة التي تشكلت مؤخرا، حكومة جيدة منوعة فيها أغلبها شباب ما شاء الله، نأمل منها الكثير. وطبعا كثير من الناس يظنون أن التركيز فقط على شخصيات الوزارة هو المهم. لا، الحقيقة طريقة العمل وطريقة الأداء والحصانة ضد الفساد وضد التجاوزات هي من قد تكون أهم من الأشخاص نفسهم. كل شيء مهم، ولكن كما نقول القوي الأمين، يجب أن يكون أعضاء الوزارة أقوياء وأمينين أيضا، ويكون النظام المحيط بهم والذين يعملون من خلاله نظيفا شريفا مستعصي على فتح أبواب الفساد. هذه مهمة جدا. فلو أن هذه الحكومة سارت إن شاء الله بسلام، واستطاعت أن تجفف ينابيع الفساد في الأمور الإدارية التي عشعشت في الحكم الماضي وفي العقود السابقة، تجفيف منابيع الفساد في داخل الوزارات من طرف، وأيضا تعينها الإدارة على أن لا يكون هناك تدخلات وتجاوزات كما كان يحصل في الفترات الماضية في حكم عصابة الأسد. كان طريقة الحكم كثير منها أنه مكالمات من القصر، مكالمات من المخابرات كذا، بتغير مجرى المناقصات، بتنشر كثير من أمور الفساد التي لا يستطيع الموظف أن يقف في أمامها. فنحن إن شاء الله الحكومة الجديدة تستطيع أن تتجاوز الفساد الداخلي من الوزارات نفسها، والفساد الخارجي الذي يأتيها من المخابرات والقصر والمتنفذين. بعد ذلك الهمة عالية إن شاء الله، والأمور بنتائجها. ما في أحد مهما كان جيد أو صالح أو كذا، إلا أنه هو يعطى فرصة ثم يقيم، وإذا كان ما أنجز وما استطاع أنه ينهض وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، يأتي ناس آخرون إن شاء الله. لازم يكون عندنا القدرة على آلية التغيير والاستبدال دائما. طيب، هذا من ناحية. كمان نذكر في هذه العجالة أن الحمد لله الحزب الوطني للعدالة والدستور وعد صار عنده فرصة بأنه يلتقي بالإدارة السياسية، فذهب وفد من حزب وعد إلى دمشق والتقى بالإدارة السياسية، وكان لقاء طيب وفي تعارف وتفاهم، ووعود بأنه نتابع إن شاء الله وننتهز قريبا فرصة العمل بالأحزاب السياسية إن شاء الله. هذا يقودنا إلى أنه الآن بعد تشكل الوزارات فسيكون هناك عادة بعد فترة إن شاء الله ما تكون بعيدة قانون أحزاب يضبط أمور الحياة السياسية. حزب وعد إن شاء الله سيسجل من أوائل الأحزاب إن شاء الله، ويكون له دوره الذي بني على انطلاقة الحزب بنيت على أن يكون هو حزب يسير مع نبض الشارع، ويستطيع أن يمثل الشريحة الأكبر في المجتمع، الشريحة التي ترتبط بالتراث والثقافة السورية التي هي ثقافة محافظة، ثقافة تحترم الأديان. فنحن إن شاء الله ماشيين بهذا الطريق، ونتوقع أن نكون قادرين على أن نساهم
بالحياة السياسية القادمة، ونستطيع أن نعمل تحالفات وتشاركات مع الآخرين الذين يعني نستطيع أن نتفاهم معهم في ما يحقق رفعة الوطن وما يحقق التقدم والحرص على أن لا يكون هناك فساد ولا يكون هناك هدر للمال العام. ويعني نأمل دائما أن نسير إلى الأمام وأن تتحقق آمال الشعب السوري في الاستقرار والتقدم والحضارة والعلم. والله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.